ده يوم في حياة بنت لا يا ده متجوزة كل ما ده بتزيد ما تهزريش معايا، ما تكلميش زي- معايا عشان انا متضايق منك. ليه؟ عشان كلمت بتاع الدليفري. طب وانا مالي ولا يعني ايه ما كلمت هو اللي بالك يعني اتصل ما بيا. تدي التليفون هو اللي اتصل بيا، انا مالي. ده يوم في حياة بنت متجوزة وما عندهاش شغل ولا مشغلة غير بيتها. وده فلوج امبارح والنهارده صحيت امبارح كده على طول، وانت رحت مصوره الباب الوكالة. ليه؟ رحت الوكالة وبعد يا كده ولد على الزاويه بقى، على سن الكاميرا جوه وانت ما كنتيش حاططيها وخرجتي تاني والجو الجيران ده. هيقولوا عليا مجنونة. وربنا ماني قادرة. ده مش عارف ارد. نزلت استلمت يا ماما وانا اوردر. مفيش حد بيبعت لي اي حاجه من الحاجات الاوردرات دي، كل شويه يومين نزلت تستلمي اوردر. انت مالك انت؟ ما حد حتى بعت لي وبعدين حتى صحينا النهارده الصبح. ببص لكم بقرف. صحينا النهارده الصبح بقى، كنت برتب الشقه والاستاذ هبص لكم شهاب بقرف تاني كمان نص ثانيه. معطلني ومعصلجني بجد بصيت في قرف. المهم بدات ان انا نفسي اقول لهم حاجه مفيده، نفسي اقول جمله مفيده، ستي. بس انتوا اكيد شايفين وحاسين ولامسين إيه اللي بيحصل في الفيديو يعني. المهم ان احنا خلاص خلصنا ترويق وما عندناش ميه يا شهاب، الازايز كلها مش فاضيه كلمت بتاع قدامك الدليفري؟ اهي. خلي بتاع الدليفري بقى يا حبيبتي يجيب لك ميه. بتاع الدليفري. ايوه خلصت الحمد لله والشقه بقت زي الفل، ولكن الاستاذ شهاب سايب 500 جزمه بجد، انا مش فاهمه بينايل بيهم ايه ده كله. انت بتعمل ايه بالجزم دي كلها؟ انت ما جبتيش ليه في جهاز الجزامه؟ انا اللي اجيب جزامه؟ ايوه طبعا معروفه الست عليها الجزامه. معروف. حسبي الله ونعم الوكيل. الراجل ما جابش جزامه هو برضه. المهم الحمد لله خلصنا الشقه وبقت زي الفل، دخلت المطبخ لقيته زي القرف، قلت هعمله. وبعدين كان عندنا مشوار سريع فاضطرينا ان احنا ننزل، وما اعرفش انا خانقه نفسي كده ليه بالطرحه والهيكول، بجد حاسه ان انا روحي بتسحب. هو حد مخنوق ولا انا بس اللي مخنوق؟ بعد كده نزلنا الشارع علشان كنا خلاص بقى رايحين المشوار شيل بقى، ايديك من في وداني. طريقنا للمشوار شيل ايديك من رايحين وداني. المشوار. شيل ايديك من وداني. بصوا سايبني وقاعد جنب السواق، بجد ايام الخطوبه زمان كان بيلزق فيا وما يرضاش يقعد جنب السواق ابدا. كنت بوصف له الطريق. المهم رحنا اتغدينا وخلصنا وجاب لي البتاعه دي، انا اخر واحده اجربها تقريبا بس طعمها ما كانش حلو خالص. طعمهم بعد جميل. كده ركبنا كنا في توك 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 يا السيد سيدي يا البدوي هو اللي سايق بدوي وبس تقريباً. كده.